يبدأ الفيلم بسفينة من تركيا متجهة إلى فلسطين محملة بأشياء أساسية مثل الدواء والغذاء للناس هناك، لكن الجنود الإسرائيليين أوقفوا السفينة وقتلوا كل من حاول المساعدة، وهذا يوضح مدى قسوة إسرائيل، فلن يسمحوا لأي شخص بمساعدة فلسطين حتى أثناء الرومان. عندما كان من المفترض أن يكون الناس مسالمين، كان القائد الذي يقف وراء هذا الهجوم هو قائد إسرائيلي يدعى موش. وبعد بضعة أيام كان هناك 3 عملاء أتراك بقيادة باث ألندر، وكانت لديهم مهمة للتحدث مع المسؤولين العسكريين حول ما حدث، ولكن عندما حاول دخول إسرائيل أوقفه الجنود الإسرائيليون، كما أوقفوا مرشدة سياحية تدعى سيمون من أمريكا، على الرغم من أنهم شرحوا سبب وجودهم هناك، ولم يسمح لهم الجنود بالدخول، وكان على أصدقائه القتال ضد السفن التركية. جنود أثناء الفوضى جاء شخص فلسطيني لمساعدة بات وأصدقائه على الهروب في سيارة متهالكة، وكان عليهم أن يأخذوا سيمون معهم أيضا، لأنها لو بقيت لكان الجنود الإسرائيليون قد اعتقلوها بعد أن ابتعدوا عن الجنود أغمي عليها، لأنها لم تستطع تحمل رؤية الدم. قام الجنود بفحص هويتها التي بدت جيدة، ولكن فريقه اعتقد أنها قد تكون جاسوسة من أمريكا. في هذه الأثناء كان ماشي يجتمع مع شخص ما حول توسيع أراضي إسرائيل والاستيلاء على فلسطين، وأظهر رصاصات خاصة مصنوعة من مواد كيميائية خطيرة. كانت هذه الرصاصات مميتة حقا، ويمكن أن تقتل شخصا أسرع بكثير من الرصاصات العادية. أظهر ماشي كيف تعمل الرصاصات من خلال إطلاق النار على أشخاص عشوائيين يمرون بجوارهم. بدت وكأنها جروح ناجمة عن طلقات نارية عادية، ولكن المواد الكيميائية الموجودة بداخلها جعلتها أكثر خطورة وأكثر فتكا. يمكن أن يقتلوا شخصا أسرع 10 مرات من الرصاص العادي. بعد فترة وجيزة من إخباره فريق في المنطقة التي كانت تحرسها إسرائيل وأنهم يريدون الانتقام لما حدث على سفينة المساعدات التركية، ثم أمر ماشي فريقه بالاعتقال. في هذه الأثناء كان الشاعر وصديقه يقيمان في منزل شخص يدعى عبد الله، لقد ساعدهم أثناء القتال وكان يقدم لهم معلومات. ساعدت عائلة عبد الله في علاج جروح سيمون، لكنها شعرت بالسوء وأرادت المغادرة، ولكن قالت عائلة عبد الله إن الأمر خطير، لأن الجنود الإسرائيليين قد يطلقون النار على أي شخص ليلا، وهذا ما يحدث منذ سنوات، حيث لا يتمتع الفلسطينيون بحرية التنقل في أراضيهم. على الرغم من ذلك لا تزال تريد المغادرة وتقول وداعا، ولكن في طريقها رأت مدى توتر الأمور في غزة. ثم بدأ الجنود الإسرائيليون في إطلاق النار، لذا اضطرت سيمون للعودة إلى منزل عبد الله. عندما رأى الشاعر وأصدقائه سيمون خائفة، وشعروا بمزيد من التصميم على منع إسرائيل من التصرف بقسوة قبل أن يتصرفوا مع ابن عبد الله، أهداه قلادة حماية خوفا من إصابة أخرى كتلك التي تركته معاقا بعد أن أطلق عليه الجيش الإسرائيلي النار قبل سنوات. ولمس هذا الشاعر وعدا بالعودة سالما. كانت الشرطة الفلسطينية تمنع ماشي وفريقه من تفتيش المنازل في الأجزاء التي كانت تسيطر عليها حماس في غزة، بما في ذلك منزل عبد الله الذي لم تمسه إسرائيل، لكن الجيش الإسرائيلي هاجم على أي حال، مما أسفر عن مقتل شرطي دون أن يمنعهم أحد. وقام رجال محي بمداهمة المنازل وأخذوا أشخاصا أبرياء. هاجم الجيش باث وانقسم أصدقاؤه وبدأوا القتال من اتجاهات مختلفة، لكن الجيش لم يتوقف وبدأوا في قتل الناس بطريقة قاسية حقا، بل واحتجزوا بعض الرهائن على متن حافلة. وسط الفوضى ساعد شاب فلسطيني عن طريق التفجير لسيارة تابعة للجيش الإسرائيلي عندما ترك الجيش حراسته، وقاوم أصدقاؤه بقوة أكبر، بينما أنقذوا أيضا الأشخاص المعارضين للخطر عندما رأى ماشي بعض الرهائن يتم إطلاق سراحهم، أمر قواته بقتل جميع أعدائهم على الرغم من وجود 3 منهم فقط. استمر الشاعر وأصدقاؤه في القتال حتى تمكنوا من إخراج الجيش الإسرائيلي من المنطقة، حتى أنهم تمكنوا من إلحاق أذى خطير بموشي، ولكن للأسف أصيب أو قتل العديد من الأشخاص، بما في ذلك الأطفال وكبار السن. ومن ناحية أخرى شعرت سيمون التي كانت تشاهد من منزل عبد الله بالحزن الشديد. إنها يهودية وشعرت بالسوء حيال ما كان يحدث، لكن والدة عبد الله طمأنتها أنه لم يكن خطأها، أن هذه الحرب لم تكن بسبب الدين، لأنها كانت تتعلق بمحاربة الظلم والقسوة بعد وقت قصير من مشاركة عبد الله.
بعض الأخبار تقول أن الجيش الإسرائيلي قد أنشأ قاعدة متنكرة في شكل مركز تكنولوجي في الأراضي الفلسطينية. تساءل الشاعر وأصدقاؤه لماذا لم تبنيها إسرائيل في أراضيهم الأكثر أمانا. لمعرفة المزيد قرروا التحقيق في المكان الإسرائيلي. تم اختطاف سيارة عسكرية وتسللوا إلى مركز التكنولوجيا متظاهرين بأنهم عمال. عندما لم يكن الحراس ينظرون إليهم وقاموا بإخراجهم واحدا تلو الآخر، ولكن أحد أصدقاء الشاعر أصيب في الهجوم بعد فترة وجيزة من قيام الجنود بمحاصرتهم بالداخل عن طريق إغلاق الجدران، لكنهم ظلوا أذكياء وفجروا جدارا للهروب، ثم دمروا غرفة الخادم التي تحتوي على بيانات مهمة لإسرائيل. لكن أثناء محاولتهم المغادرة اصطدموا بالجنود الإسرائيليين واندلع قتال طويل. هربوا بأمان. في اليوم التالي استيقظ ماشي في المستشفى، لكنه فقد إحدى عينيه، مما جعله غاضبا ومصمما على الانتقام من العملاء الأتراك. عندما عاد هو وقواته إلى قاعدتهم ووجدوها مدمرة. في ذلك الوقت شعر ماشي بالخداع من قبل باث وأصدقائه وهم يشاهدون لقطات من كاميرات المراقبة. رأوا عبد الله وقرروا استخدام عائلته كطعم لصيدهم. وفي هذه الأثناء كانت سيمون ممزقة في منزل عبد الله، وقد تأثرت بلطف الفلسطينيين، ولكنها في الأول عارضت لأنها يهودية. بعد أن فكرت في الأمر قررت أن ترتدي ملابس مثل فلسطيني لدعم نضال فلسطين من أجل الاستقلال، على الرغم من أن ما يعني ترك هويتها اليهودية وراءها. فقبل أن يتمكنوا من التقاط أنفاسهم ظهر موشي ودمر كل شيء، وأمسكوا جميع النساء ووضعوهن في السيارة، ولكن موشي لم يفعل ذلك فحسب، بل أخذ ابن عبد الله المشلول، لأنه كان لديه خطة قاسية لتدمير المنزل وما بداخله. في مكان العلاج تم إنقاذ صديق عبد الله المصاب، ووضعوا خطة جديدة لمهاجمة القاعدة الرئيسية لإسرائيل، لكنهم احتاجوا أولا إلى سرقة الأسلحة لجعل الهجوم مهما. خططوا أيضا لإعطاء الأسلحة للفلسطينيين المستعدين للقتال، ثم تلقوا الأخبار المفجعة بأن موش اختطف عائلة عبد الله، وتوفي ابن عبد الله عندما سمع أن عبد الله لا يستطيع إخفاء حزنه. في هذه الأثناء كانت سيمون غاضبة من موشي لقتلها طفلا، فذكرت الجميع بالتعاليم اليهودية ضد قتل الأشخاص على الجانب الآخر. وبدأ أصدقاؤه مهمتهم على طول الطريق الذي واجهوا فيه الجنود الإسرائيليين مرة أخرى، لذلك كان عليهم القتال قبل الموعد المحدد وقاتلوا الجنود. استخدموا الدبابة أيضا لعمل طرق مختصرة واقتحام المقر دون استخدام البوابة الرئيسية. وفي هذه الأثناء كانت عائلة سيمون وعبد الله لا تزال محبوسة بسبب شعورهما باليأس. لا يمكن لأي شخص إلا أن يوضح موقفها. بعد فترة وجيزة أخذها الحراس لرؤية رئيس آمر السجن هناك، علم شخص ما عن خلفية عائلتها أن جدها كان يهوديا محترما في إسرائيل، وكان آمر السجن يأمل أن يجعل سيمون تدعم إسرائيل، لكن سيمون لم ترغب في ذلك، خاصة منذ تعامل العديد من الجنود الإسرائيليين مع الفلسطينيين بشكل سيء. وفي نفس الوقت تمكن الشاعر وفريقه من الوصول إلى قاعدة العدو، وانقسموا إلى مجموعتين، واحدة لإنقاذ الأسرى والأخرى لسرقة الأسلحة. أثناء توجههم إلى مستودع الأسلحة الذي كان لديهم للتعامل مع الكثير من الحراس على الرغم من وجود 2 منهم فقط، قاتلوا بنفس قوة الجنود الإسرائيليين. وفي هذه الأثناء استولى شريك الشاعر على السجن وحرر السجناء قبل مغادرته، كما أنقذ سيمون الذي كانت على وشك إعدامها على يد الجنود الإسرائيليين قريبا. بعد أن غير بويد خطته قال إنه يريد التحدث إلى رئيس الحرس بدلا من الذهاب إلى مستودع الأسلحة، حيث كان أصدقاؤه يزرعون القنابل على جميع الطائرات والمروحيات المملوكة للجيش الإسرائيلي، بينما كان شريكه يفعل ذلك، مما أدى إلى تعطيل الحراس حتى يتمكن من ذلك. أمسك برأس السجان واجعله ينادي موشي. ظهر موشي مع رهينة في ذلك الوقت. أمسك الشاعر برأس السجان كرهينة، بينما فعل موشي الشيء نفسه مع المعالج الذي ساعد أحد أصدقاء الشاعر هناك، وتجادلوا حول الصراع بين إسرائيل وأرادت تركيا إسرائيل قتل جميع الأتراك لدعمهم الفلسطينيين، لكن بايت قال إنه لن يقتل المواطنين الإسرائيليين إلا إذا ارتكبوا خطأ، وأدان بشكل خاص قتل الأطفال، وهو ما فعله موشي على الرغم من الفوضى التي قرروها. عدم إطلاق النار على بعضنا البعض بعد أن ركزت إسرائيل على التوسع في فلسطين،
وليس تركيا في ذلك الوقت. سمح موسى بالذهاب مع رئيس آمر السجن وعائلة عبد الله، ولكن قبل مغادرته قام بتفجير جميع القنابل هناك. شعر موشي بالخداع واعتقد أن باث سيستسلم والعودة إلى المنزل، ولكن باث كان أكثر ذكاء مما كان يتوقع. بعد هروبه بطائرة مروحية، وذهب أصدقاؤه إلى مستودع الأسلحة الإسرائيلي الذي خططوا لأخذ الأسلحة لإعطائه للفلسطينيين، مع العلم أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم مرة أخرى. في اليوم التالي استعد الفلسطينيون للحرب. سعى النساء والأطفال إلى الملاذ، بينما كان الرجال يستعدون للقتال. وسرعان ما وصل الجيش الإسرائيلي بالدبابات التي تواجه المدنيين، لكن الفلسطينيين قاوموا بشجاعة قائلين: بسم الله، الذي يعني بسم الله. بعد الهجوم الأول توغلت الدبابات في الأحياء، لكن الفلسطينيين كانوا على استعداد للقتال للتغلب على العدو الصغير. وانقسم أصدقاؤه إذ بقوا معا، فلا يمكن للقوات الإسرائيلية هزيمتهم بسهولة. وفي هذه الأثناء استمر الفلسطينيون في القتال. انضم الجنود الإسرائيليون حتى بأسلحتهم المحدودة إلى المعركة أخيرا، لكن لم يكن الأمر سهلا مع شان الفلسطينيين هجمات متواصلة. للأسف مات عبد الله في المعركة وهو يدافع بشجاعة عن وطنه. بعد فترة وجيزة من عمل الفلسطينيين معا لتدمير الدبابات الإسرائيلية التي حاولت دخول منطقة اللاجئين، وصلت المروحيات وهاجمت السكان بوحشية. عندما شاهدت الشاعر يمسك بالبازوكا في معركة شديدة، واجه الشاعر أخيرا موشي وأطلق عليه الرصاص وأرذاؤه قتيلا، جنبا إلى جنب مع الفلسطينيون الذين هزموا القوات الإسرائيلية. ينتهي الفيلم بالدرس الأخلاقي المستفاد من هذا الفيلم: